وزوجاتنا وابنائنا واخواننا واحفادنا ومن نحب يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزه نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم ثبتهم على الحق المبين، ثبت رميهم، ثبت وجههم، داوي جرحاهم، ارحم شهداءهم، بارك فيهم اينما حلوا واينما ارتحلوا، احفظهم بحفظك، احفظهم بحفظك، وانصرهم بنصرك، لا تتركهم لأنفسهم. اللهم امين يا رب العالمين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وخلص شهرنا الكريم ودخلنا في ايام العيد. كل سنة وانتم طيبين. دي الخطبة دي كانت بتاعت صلاة العيد. تعالوا بس كده قبل صلاة العيد نبدأ يومنا كده من الأول، من يوم وقفة العيد. دي يوم الوقفة الصبح بقى إن شاء الله عملنا الترمس وعملنا كده كام حاجة كده. هنبدأ كده الروتين معاكم كده من أول يوم الوقفة لحد ما نصلي العيد. هنا هنعمل الترمس. أنا عملت الترمس طبعا، أنا جاي لكم متأخرة، مش جاي أقول لكم الوصفة، أنا جاي أقول لكم أنا عملت إيه يوم الوقفة وخلاص. ماشي. هنا الترمس ده ترمس اللي هو الحلو ده، اللي هو ما بياخدش وقت في السوا وكده، مش بتنيع ولا حاجة. أنا نقعته قبل بليلة بمية سخنة، وبعد كده بعد ما نفش وبقى حلو كده رحت حاطه له عصير ليمونة، وحطيت له كده يعني التلات انصاص دول انا عصرتهم وحطيتهم في نفس المية، في نفس الترمس يعني، وحطيت عليهم مية نظيفة بعد ما غسلته كويس جدا من مية النقع. وهحطه بقى يستوي كده، يعني هيغلي اول غلوة. هشيل الريمة اللي عليه، وبعد كده هسيبه حوالي ساعة، هنشوفه مع بعض يعني بعد ساعة هيبقى عامل ازاي. كده انا شلت الريمة كده اللي على الوش دي كده اللي بتطلع مع اول غلوة، وخلاص كده. طبعا لما بيتسلق بالليمون بتاعه بيبقى طعمه تحفة تحفة تحفة، بيبقى احلى بكتير من ان هو تسلقيه من غير ليمون. ده كده يوم الوقفة الصبح بدري، يعني الصبح كان في الوقت ده كده كان بعد صلاة الفجر، بعد ما صلينا الفجر وبدأنا صيام اليوم الوقفة، فعملت الترمس بقى. هنا بعد ما غلي بقى حوالي ساعة، بصوا كده بشوفه ازاي، اختبره ازاي كده، يعني كده الاقي القشرة بتاعته بتتفتح وهو كمان بيتكسر بسهولة، يبقى كده خلاص هو استوى. هغسله بقى من ميته دي، هنزل المية بتاعت السليق دي كلها وهحطه في مية نظيفة خالص. وتعالوا نعمل التتبيلة والمحلول بتاعه علشان خاطر نسيبه في التلاجة بقى كده يتحدق ويبقى حلو جدا جدا. هنا بقى حطيت مية نظيفة، مية من الحنفية عادي، وحطيت عليها كمان ملح. هعمل حبة بالملح بس، وهعمل حبة بتتبيلة الشطة والكمون كده والليمون. التتبيلة دي عادي بنعملها وبنحط يعني مش بعملها في كله، بس ايه لما بيخلص بحط عليه تاني. هدوب كده الملح مع المية كده، وبعد كده الحدق بتاعه هظبطه، وبعد كده هحط بقى الترمس في البرطمانات. انا بصوا عاملة كيلو ترمس، فحطيت في برطمانات انصاص تخش التلاجة علشان يبقى ساقع وطعمه حلو كده ومي بص مني، عشان الجو طبعا هو فيه ساقعة شوية، بس برضو بيحرر والمطبخ سخن فممكن يبوظ مني. هحطه بقى كده في البرطمانات كده. هنا كنت في الحلة ده كنت غسلته كويس جدا من مية السليق، والمية اللي هي فيه دلوقتي ده مية نظيفة خالص. عاملة كده البرطمانات كده، البرطمانين دول هيتعملوا بمية وملح بس. طبعا هو اصلا اوريدي مسلوق بليمون، فهو طبعا طعمه حلو جدا لو اتاكل كده. مهم. تعالوا بقى نحط عليه بقى الميه ظبطت الملح بتاعها وبقت حلوه جدا. طبعا لازم الترمس في ايام العيد، لازم طبعا. كل سنه وانتم طيبين وينعاد علينا الايام كده بالخير كده. طبعا انا بكلمكم كده بعد ما فقت من غيبوبه اول يوم العيد، يعني انا بكلمكم بعد الصلاه. بسجل الفيديو ده بعد ما خلصنا صلاه وفطرنا وفقت من الغيبوبه بتاعت صلاه العيد. بتاعت العيد طبعا ما بننامش. بصوا كده مليت البرطمانات كده ميه اهي. البرطمان ده كده هيعوز ميه تاني، هعمل له محلول تاني. عملت محلول هنا تاني كده، وهبدأ اكمل بقية البرطمان. لازم اغطي الترمس من فوق بالميه، يعني يفضل كده ايه مليان ميه.
واخد منه من الكبشه الصغيره، ما احطش ايدي في الترمس عشان ما يريمش ويبوظ مني. يعني لما اجي افتح البرطمان اخد منه بكبشه صغيره كده او بمعلقه صغيره، ما احطش ايدي في البرطمان عشان ما يبص ويريم. خلاص. هنا بقى بقيه المحلول، مع طبعا الميه متظبط ملحها، حطيت عليها كمون وحطيت عليها شطه. الشطه دي مش كتير ولا حاجه، لان هي اصلا مش حراقه خالص، هي تعتبر لون يعني. مش حراقه خالص خالص خالص، يعني فيها نسبة بسيطة جدا 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 كده يعني. وبعد كده عصرت ليمون وحطيته برضو بالقشر بتاعه، لاني هحط القشر على الليمون خلاص. بس انا حطيت قشرتين بس والباقي لا. هقلبهم كده كويس وهنملى البرطمان التاني، برطمان صغير كده. ما ينفعش احط على كل الترمس التتبيلة دي، كده هياخد فترة طويلة في التتبيلة دي وهيبقى طعمه مش حلو. هو بعد ما البرطمان الاولاني بيخلص، لو انا عايزة احط تاني اخد بقى حبة من اللي هو منقوع في مية وملح ده، احطه على التتبيلة. يعني البرطمان الصغنون ده كده لما بيخلص اخد من تاني حبة واحط في المية اللي هي فيها شطة دي. خلاص. عايزة اقول لكم ان المية دي تتشرب طعمها تحفة تحفة تحفة. وكده الترمس خلص. لزوم قعدت وايه ونضيفة اول يوم العيد والايام العيد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص كده، كده احنا خلصنا الترمس. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني في يومنا واليوم بتاعنا هيمشي ازاي. طبعا انا كنت خلصت الشقة وشطبتها وكده، بس طبعا الاولاد موجودين فيها، فحبيت ان انا المعها التلميعة الاخيرة اللي هي بتاعت يوم الوقفة. فطبعا شفطت بالمكنسة كده السجاد. شايفين السجاد؟ يعني كل ده ممسوحة السجادة ممسوح الشقة كلها، وكنت مشطبة تشطيبة العيد يعني. فقلت هعملها كده من على الوش. بشفط السجاد بالمكنسة، وبعد كده هلمع كل السيراميك اللي باين بالشرشوبة. طبعا انا هنا مش عارفة اعمله كويس قوي، لان انا كنت ماسكة التليفون وبصور في نفس الوقت يعني وبعمل، فمش عارفة امسك كويس قوي. انا بقول لكم انا عملت ايه يعني. خلاص كده، كده ألمع كده البلاط اللي باين كده، السيراميك كله اللي باين، وألمع الخشب والحاجات دي. بس أنا ما صورتش أكتر من كده يعني، قلت لكم أنا عملت إيه. وغسلت كمان التويلت وفرشته، وفرشت السجاد دي الدواسات وكله. وكمان فرشت المفرش الستين. طبعا المفرش ده لازم يطلع كل عيد، بس ده بيطلع كل عيد وبيتشال تاني على طول. خلاص. كان عندي شوية غسيل، الحاجة اللي ما بتخلص خلصتها طبقتها حطها في الدولاب وحطيت غيره ونشرتها في البلكونات. وكمان عملت البلكونات، وكده يبقى خلصنا الشقة لما عناه. ندخل بقى نعمل الفطار. طبعا فطار ليلة الوقفة ده بيبقى ايه فطار، لازم فطار يعني. كان الود ودي ما اعملش فطار بس ما ينفعش. عملت شوية كفتة كده وشوية رز بالشعرية تحفة وبألف هنا وشفا. وكمان عملت شوحت شوية كبدة، لأن أنا ماليش في الكفتة والرز خالص، ما باكلهمش. فشوحت شوية كبدة أكلهم جنبهم. ده كان فطارنا. طبعا أنا بقى بعمل إيه يوم الوقفة؟ خلص فطار ولبس الأولاد ونروح نقضي الليلة دي كلها عند بابا، وبنرجع قرب صلاة الفجر كده. وبنبص بقى بنروح نعمل ايه بقى، بنروح ايه نمسك بقى البنات الصغيرين نعمل لهم شعرهم ونحط لهم تاتو. دي لازم، دي طقوس ليلة العيد، كلنا كنا زمان بنعمل الحركات دي. قعدنا بقى عند بابا هنا ونفخنا البلالين، كان جايب لهم بلالين وقعد يفرقها عليهم، والكبير والصغير بصراحة. وقعد يقول لهم تاخدوا العيديات، قلنا له لا مش هناخد العيديات، خلينا ايه تاني يوم، لان انا بصلي العيد وبعدي عليهم. بعد صلاة العيد بنعدي عليهم. هنا كانت ماما عمالة تديني شوكولاتة وكل شوية ما تديني العيال ياخدوها مني. ربنا يبارك فيهم يا رب. خلصنا طبعا هنا في الوقت ده كنا خلصنا شعرهم بالمكوى والاستشوار، وخلصنا كمان التاتو. هوريكم التاتو دلوقتي على ايد تمارا بنتي. حطت تاتو، كانت مصممة تحط تاتو، حطت وعايزة هي تحط لروحها كمان يعني. بصوا اللي هي ايوه الشوكولاته دي كانت طعمها تحفه بصراحه. كانت ماما جايباها طعمها حلو قوي قوي. كانت مكتوب عليها بالكراميل واللوتس، كانت حلوه قوي. بصوا بقى هنا اوريكم بقى التماره، خليها توريلكم ايديها. شايفين الفستان بتاعها ده كان تحفه عليها جميل قوي. بص حاطط تاتو هنا وتاتو في ايديها، بصوا بتوريكم ازاي.
وكلنا الترمس بتاع ماما عاملين في البيت، بس لازم نروح ناكل بتاع ماما بصراحة. قعدنا هنا ناكل الترمس وقضينا الليلة عندها كلها. وخلاص كده لما خلاص العيال كده خلاص بنمشي بقى بنروح حوالي الساعة 1 2. فالعيال بقى بيناموا شوية، بيناموا لهم ساعة ويصحى تاني بقى لصلاة الفجر. نصلي الفجر وبنلبس وبنروح صلاة العيد. هوريكم بقى المنطقة بتاعتي اللي هي أنا عايشة فيها، المحطة بقى بتبقى عاملة ازاي ليلة بصوا الكلام ده كان الساعة 1 تقريبا 1 ونص. شايفين البص دول ما ناموش، يعني حرفيا الناس دي ما نامتش. الناس دي بتفضل في الشارع كده لحد ما نروح تاني يوم نصلي العيد، بيفضلوا في موجودين. يعني كل المنطقة دي كل الحتة دي كلها كده احنا بنصلي فيها العيد. كل ده بيتشال وبيتفرش مكانه فرشة العيد في الساحة، يعني احنا بنسميها الساحة. بصوا عاملة ازاي زحمة جدا جدا، العربيات تقريبا ما بتمشيش. هنا كل الأنوار دي كده والكهرب دي كلها كده كانت طول رمضان متعلقة كده. طول رمضان تقريبا المنطقة دي ما بطلتش زحمة، وليلة العيد بقى دي ما بتنامش. يعني أنا شقتي قريبة جدا جدا من المنطقة اللي أنا مصورة فيها دلوقتي حالا دي. فالصوت ده كله كان جاي لحد صلاة العيد، لحد صلاة العيد كان جاي لي. هي دي المنطقة اللي بنصلي فيها. كل ده بيتفرش طبعا، هوريها لكم دلوقتي بيتفرش. آه طبعا فرشة الساحة بتاعت صلاة العيد كل ده كده، كل ده كده بتبقى تحفة تحفة تحفة. والمنطقة دي بتبقى جميلة جدا 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 في صلاة العيد. هي دي أجواء العيد عندنا. الأنوار دي كده ما بتتقطعش، ونفضل 3 أيام العيد بالمنظر ده كده، وطول رمضان طبعا. خلصنا كده وصحينا بقى تاني يوم، مش تاني يوم بقى، هو يا دوبك ساعة صلاة الفجر يعني. هنا بقى قبل صلاة الفجر بشوية حاولت بقى ان انا اجهز حاجتي كلها خالص، عشان خاطر لما البس الاولاد واخرج وارجع الاقي كل حاجة جاهزة. حاولت هنا بقى ان انا ارص هنا الكحك والبسكوت والبيتيفور والحاجات دي في اسمها ايه، مش عارفه اسمها ايه في البتاعه دي اللي هي بتاعه الكحك والشياله بتاعه الكحك والبسكوت. بصوا الكحك اللي انا بحطه دلوقتي ده بتاع ماما، ربنا يديها الصحه، هي اللي عاملاه جميل جدا جدا جدا. هوريكم كمان البسكوت اللي هي عاملاه، والكحك اللي ورا ده بتاعي انا اللي انا عاملاه معاكم. حطيت كده الكحك بتاع ماما والكحك بتاعي. شايفين الكحك بتاعها عامل ازاي، هي عملته بالمناقيش. هي بتحب تعمله باسمه ايه، بالمنقاش تقريبا، ولا اسمه المنقاش. هي بتحب تعمله كده، مش بتعمل بالبصامه، انا بعملت بالبصامه. شايفين عامل ازاي، شكله عامل ازاي وناعم جدا 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 وتحفه. عملته كده بالطريقه كده بتاعت زمان، خطير، كان طعمه حلو قوي. ده البسكوت برضو بتاعها اللي هي عاملاه، وده الكوكيز اللي انا عاملاه. هوريكم كمان كده. نحط اخر دور، حطينا اول دور الكحك اللي هو بسكر، وحطينا تاني دور الكوكيز والبسكوت، وتالت دور هنحط فيه البيتي فور اللي انا عاملاه والغريبه برضو اللي انا عاملاها. فرحانه قوي وانا بحط الحاجات دي في الشياله اللي انا عاملاها بايدي. كل اللي دقها شكر فيها، فكنت فرحانه جدا 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 بيها ومبسوطه قوي بيها يعني. كل اللي دقها بصراحه شكر فيها جدا جدا جدا، فانا كنت فرحانه قوي بيها. بصوا كده مالينا كده الشيالة. تعالوا بقى نحط بقية الحاجة. لازم نملى الترابيزة طبعا، لازم نحط فيها كل حاجة هنا بقى نحط الشوكولاتة. جبت البونبونيرة دي بونبونيرة بتاعت جوازي دي، يعني أثرية، بس الغطا بتاعها اتكسر، فبنتعامل معاها عادي ولكننا شايفين أي حاجة. حطيت الشوكولاتة، هي هنا أنواع كده مختلفة طبعا من اللي بابا كان جايبها لي، واللي كنا احنا جايبينها في البيت، جوزي كان جايبها يعني في البيت وكده. ده طبق بقى التسالي، طبق اهم طبق لجوزي ده طبعا. جوزي ملوش الحاجات التانية دي خالص، ليه بقى في الطبق ده اللي هو المكسرات واللب والحاجات دي. هنا حطيت هنا مكسرات، وحطيت هنا الكاندي. وعايزه اقول لكم الكاندي ده اتشال بعد ما صورت الحته دي بالظبط، لاني ولادي اول ما شافوه طبيعي هم اصلا كانوا عايشين عليه، عايزين تاني بقى كتير تاني على الصبح، وكان لسه الكلام ده كان بقول لكم قبل الفجر، فيبداوا يومهم كله بالكانديز دي. فقلت لهم لا خلاص، فشلتها بصراحه. قلت لهم خلاص هشيلها
وهحطها للضيوف لما تيجي احسن، عشان انتوا كده خلاص كده كفايه عليكم مسكر. كانوا مسكر بطريقه بشعه بسبب الكانديز دي. حطيت هنا بقى السوداني، وكنت هحط كده دي اكياس مارشميلو بنجيبها كده اكياس مغلفه كده، بتبقى حلوه قوي طعمها حلو جدا. فقلت لا احطها في طبق لوحدها، احطها مكان الكانديز لان هما ملهمش فيها قوي، ملهمش في المارشميلو قوي. فشلت الكانديز وحطيت مكانه طبق المارشميلو. طبعا الترمس مش هينفع احطه دلوقتي، لما بيجيلي حد بحط منه علشان خاطر ما ينشفش. بصوا هنا بقى دي تموره، بصوا شايفين طعم العيد بتاعها تحفه خطير ازاي كده. واحنا رايحين صلاه العيد الصبح بعد ما صلينا الفجر، دي برهومه ابراهيم حبيبي ربنا يديه الصحه يا رب، ربنا يبارك في عمره. كان لابس جلابيه لبس العيد وعليه الجلابيه. هنا بقى كنا انفصلنا من بعض، يعني هنا الرجاله دخلوا في طريق والستات بيخشوا في طريق. هي الستات بتصلي ورا الرجاله، بس دخلة الستات بتبقى غير دخلة الرجاله. بصوا هنا بقى كنا بنصلي العيد. طبعا هنا في فيديوهات بصوت، هسيبها لكم بصوت. بصوا هنا كده الصلاة المراجيح طبعا دي هتشتغل، هنمرجح فيها دلوقتي. بس انا ما صليتش لان ما كانش في حد معايا يمسك لي تمارة، كنت واقفة بيها لوحدها، فخفت بصراحة اصلي واسيبها تجري مني او حاجة. لا خفت منها، خفت بصراحة. اللي ما كان حد معايا كان مسكها ولا حاجة، بس ما كانش في حد معايا، كنت انا واقفة لوحدي، ما كنتش لسه قابلت حد يعني من اللي انا اعرفه. هنا بقى كانت الصلاة خلصت، وكانت طبعا في مراجيح صغيرة كده للأطفال اللي في سن تمارة. مرجحتها كده. دي بص الراجل بيزقها، يعني هي مش بالكهرباء ولا حاجة. بس دي مراجيح العيد، يعني معروفة كده من زمان، هي دي مراجيح العيد. في تمارة طبعا أنا مسرعة الفيديو، هي ما كانتش سريعة كده. فتمارة هنا اللي هي كانت راكبة لابسة فستان أصفر دي وجاكيت جينز كده، هي دي قعدت تركب عليها. طبعا ما كنتش لسه شفت إبراهيم عشان يركب معاها، بس هي دي اللي هي المراجيح اللي انا كنت مقعداها عليها دي، انا ركبتها اللي في سنها بس. كان في مراجيح اكبر، فانا خفت بصراحه اركبها اللي هي كانت بالكهرباء وكده، دي بتزق كده حلو خفيفه كده عليه. هو طبعا هنا انا مسرعه الفيديو، هي ما كانتش سريعه خالص. وركبت التانية دي برضو، هي كانت قاعده هنا في الاول، بس هو الراجل بيزقها كده وهي يعني خفيفه كده، يعني دي سهله كده. كانت اول مره تركب مراجيح، وكنت خايفه انها تعيط، بس الحمد لله ما عيطتش يعني. بصوا لابسه، شفتوا لابسه الكولونه، ولابسه ال- الجاكيت والفستان والشنطه بتاعتها، يعني بصوا تمارا امسكي كويس، امسكي كويس. ربنا يخليهم يا رب. تعالوا بقى نسمع الخطبه الحلوه، كانت خطبه جميله جدا جدا جدا، وكانت من احلى الخطب اللي سمعتها. الشيخ ده اصلا عندنا في المنطقه من احسن الناس اللي بتلقي خطابه بصراحه. كانت الخطبه بتاعته حلوه جدا جدا، واسلوبه في الخطابه بيخليك تقف تسمعه، يعني وانت مجبر تسمعه بصراحه، من كتر ما هي الخطبه بتاعته بتبقى حلوه جدا جدا جدا، وكلامها بيبقى حلو قوي قوي. ودعا ادعيه كتير جدا جدا في الاخر لاهل غزه. اللهم تقبل منا دعائنا يا رب ليهم، يا رب يا رب تقبل دعائنا ليهم يا رب. تعالوا كده نسمع الخطبة بتاعته، هي كده يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم، بس إن شاء الله تبقى واضحة. لغة الكلام تعطلت إلا التكلم بالرماح. يا قوم إن الأمر جد، قد مضى زمن المزاح، سموا الحقائق باسمها. شعب وجيش مصر وجيش العالم الإسلامي على أوقة الاستعداد، لن يسلم ولن يستسلم أبدا، لأنه خير أبناء الأرض. نعم، لكن علينا أن نعود إلى رحاب ربنا وإلى سنة نبينا. تجمعوا في رحاب الله واتحدوا، قد يأكل الذئب أفرادا وقطعانا. قودوا لوحدتنا واسموا بطاقتنا، وعمروا قلب زوجاتنا وأبنائنا وأخواننا وأحفادنا، ومن نحب يا رب العالمين.
اللهم انصر اخواننا في غزه نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم ثبتهم على الحق المبين، ثبت رميهم، ثبت رميهم، داوي جرحاهم، ارحم شهداءهم، بارك فيهم اينما حلوا واينما ارتحلوا، احفظهم بحفظك، احفظهم بحفظك، وانصرهم بنصرك، لا تتركهم لانفسهم فيهلكوا، كلهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، ارحم ضعفهم، اجمع شملهم، اجمع شملهم، واحفظ صفهم. اللهم عليك بمن آذاهم، اللهم خذ عدوهم أخذ عزيز مقتدر، لا تبقي في عدوهم ولا تظهر، اهدم على عدوهم بيته، وامن زوجته، اقتل طفله كما فعلوا بإخواننا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم ردنا إليك ردا جميلا ردا كراما عليك. دمتم في أمان الله، وكل عام وأنتم بخير. كده خلصت الخطبة، كانت من أحلى الخطب بصراحة اللي سمعتها. وبعد ما بنخلص الصلاة طبعا بروح طبعا نزور حماتي نعيد عليها، وبعد كده بنروح نزور بابا وماما نعيد برضه عليهم. وهنا بعد كمان ما خلصنا بقى كل ده رجعنا لقينا نفس الزحمة لسه نفس الزحمة، ولسه الناس واقفة طبعا بتعيد على بعضها في الشارع، وطبعا العيال وكده. بس احنا خلاص بقى كده كنا سلمنا وروحنا ودخلنا في الغيبوبة طبعا خلاص كده تمينا العيد. كده العيد بالنسبة لنا بيبقى خلاص خلص يعني وانتهى كده. وكل سنة وانتم طيبين. وخلص فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنسيش دوس لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. باي باي.